بيقول لي إذا كانت المجموعة س ب2 و3 والمجموعة ص ب4 و5 و6. هنا المجموعة س بكام؟ ب2 و3 والمجموعة ص ب4 و5 و6. قال لي اوجد رقم 1 س في ص ومثلها بمخطط سهمي وآخر بياني. يعني اضرب س في ص ومثلها بمخطط سهمي وآخر ايه؟ بياني. رقم 2 قال لك اعكسها، هات ص في س. رقم 3 هات س أس 2. يلا بينا نبص مع بعض كده وخلي بالك. الفكرة اللي فاتت لما يقول لك هات ن س يعني عدد عناصر المجموعة س، ن ص يعني عدد عناصر المجموعة ص. قال لك هات ن س في ص يعني هتضرب العدد بتاع س في العدد بتاع ص. 2 في 3 بكام؟ 6. لكن هنا بقى خد بالك، المجموعة س ب2 و3 والمجموعة ص ب4 و5 و6. قال لك اوجد رقم 1 س في ص. يعني اضرب المجموعة س اللي هي ب2 و3 في المجموعة ص اللي هي ب4 و5 و6. عمنا ديكارت ده بقى قال لك خد بالك، انت عندك هنا مجموعة هضربها في مجموعة. ازاي سعادتك اضرب مجموعة في مجموعة؟ بص يا بيه، هنعمل قوس مجموعة كبير. اول عدد هنا كام؟ 2. هاخد الاتنين دي مرة مع الاربعة ومرة مع الخمسة ومرة مع الست. ازاي؟ تعالى اوريك. يبقى هاخد الاتنين دي مرة مع الاربعة اهو، هفتح قوس 2.4. اوعى تقول لي 2 في 4 ب8، لا غلط. 2 مع الاربعة فاصلة، بعد كده هفتح قوس عادي خالص، هاخد 2 مع الخمسة، بعد كده 2 مع الست. التلاتة زعلت، اشمعنى خدت الاتنين مرة مع الاربعة والاتنين مع الخمسة والاتنين مع الست والتلاتة لا زعلت؟ قلنا لها ما تزعليش يا 4 هي 3. هناخد التلاتة مرة مع الاربعة والتلاتة مرة مع الخمسة والتلاتة مرة مع الايه؟ 6. يلا بينا نكمل اهو. التلاتة دي بقى هناخدها مرة مع الاربعة، بعد كده التلاتة مرة مع الخمسة والتلاتة مرة مع الست، ونقفل ايه؟ القوس. ده كده اسمه الضرب الديكارتي. هضرب مجموعة في مجموعة. لما اجي اضرب مجموعة في مجموعة ده اسمه ضرب ايه؟ ديكارتي. بمسك المجموعة الأولى، آخد أول عدد مرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة ومرة مع الستة، يعني مع كل اللي هناك. طب تاني عدد اللي هو كام؟ التلاتة. التلاتة دي آخدها مرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة ومرة مع الستة، يبقى 3 و4 أهي، 3 و5 3 و6. ده اسمه الضرب الإيه؟ الديكارتي. كده احنا عرفنا نضرب المجموعة س في المجموعة ص. قال لي بقى ومثلها بمخطط سهمي. ايه المخطط السهمي ده؟ المخطط السهمي عبارة عن عمود كده هسميه س، وعمود تاني كده هسميه ايه؟ ص. المجموعة س بكام؟ ب2 و3. طب والمجموعة ص 4 و5 وايه؟ و6. يلا بينا. واحنا لما ضربنا اخدنا الاتنين مع كام؟ الاتنين مع الاربعة، فهوصلها كده بالسهم الاتنين مع الاربعة. بعد كده اخدنا الاتنين مع مين؟ مع الخمسة، يبقى الاتنين وخمسة. بعد كده اخدنا الاتنين مع مين؟ مع الستة. بعد كده نخش على التلاتة بقى. التلاتة اخدناها مع الاربعة، يبقى وصل التلاتة بالاربعة، كده التلاتة بالخمسة والتلاتة بالستة. ده كده اسمه المخطط السهمي. طب ليه سميناه مخطط سهمي؟ عشان احنا بنوصله بايه؟ بأسهم. يبقى قال لي مثلها بمخطط سهمي او المخطط السهمي واخر بياني. تعال نشوف المخطط البياني ده عامل ازاي. المخطط البياني، المخطط البياني ده عامل زي حرف ال كده. اللي نايم ده المجموعه س اللي هي بكام وكام؟
ب2 و3. طب واللي صاحي ده المجموعة ص بكام؟ 4 و5 و6. أول حاجة أخدناها 2 مع مين؟ مع الأربعة، يبقى 2 و4. بعد كده 2 و5، يبقى أطلع من 2 لغاية ال5. بعد كده 2 و6. بعد كده 3 وإيه؟ و4. أدي 3 و4، 3 و5، 3 وإيه؟ 6. ده المخطط البياني. ده كده أول حاجة. ثانيا بقى، إحنا كده جبنا س في ص ومثلناه بمخطط سهمي وآخر بياني. قال لك لا اعكس بقى. أنا عايز ص في س. يعني ص تتكتب الأول عادي خالص. أدي 4 و5 و6. هضربها في س اللي هي بكام؟ ب2 و3. يلا نضرب عادي خالص. أدي قوس مجموعة. هاخد الأربعة دي مرة مع الاتنين ومرة مع التلاتة. أهي. أدي 4 و2 كده 4 3. بعد كده نخش على 5. 5 و2 5 و3. بعد كده نخش على 6. 6 و2 6 وإيه و3. ده كده اسمه الضرب الديكارتي ص في س. ايه المطلوب الثالث؟ قال لك هات س أس 2. يعني ايه س أس 2؟ يعني المجموعة س اضربها في س، اضربها في نفسها. س في س. وهنا خد بالك معايا. س بكام؟ ب2 و3. هضربها في س مرة تانية في نفسها مرة تانية اللي هي 2 وإيه؟ و3. يبقى أنا كده حبايبي هضرب المجموعة س في المجموعة س. يعني المجموعة 2 و3 هضربها في المجموعة 2 و3. طب دي اضربها ازاي؟ لا عادي خالص. اعمل نفسك هندي. امسك أول عدد خده مع كل اللي هناك، يبقى 2 مع 2. بعد كده الاتنين مع التلاتة. خلاص؟ يبقى احنا كده أخدنا أول عدد مع كل اللي هناك. بعد كده العدد اللي بعد كده كام؟ التلاتة. هاخد 3. 3 دي مرة مع الاتنين. بعد كده ال3 دي مرة مع التلاتة. اوعى بقى تغلط غلطة عمرك وتقول لي ايه؟ هاخد الاتنين مرة مع الاتنين والاتنين مرة مع التلاتة بس كده. اقول لك لا غلط. انا هضرب المجموعة س كلها في المجموعة س كلها. يبقى س تربيع عبارة عن س في س. س اهي ب2 و3 في المجموعة س مرة تانية اللي هي كام؟ 2 و3. هاخد أول عدد مع كل اللي هناك، يعني الاتنين مع الاتنين والاتنين مع التلاتة. بعد كده ارجع واخد التلاتة دي مرة مع الاتنين والتلاتة مرة مع التلاتة. كده احنا جبنا س في ص ومثلناها بمخطط سهمي وآخر بياني. وجبنا العكس بقى ص في س. كتبنا ص الأول، بعد كده جبنا س أس 2 اللي